الصحابة أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأرضاهم عاشوا الحياة ديالهم كلها مع القرآن الكريم، من اللي سلموا من اللي دخلوا في الإسلام وهما مع القرآن بالليل مع القرآن، بالنهار مع القرآن، في العمل ديالهم مع القرآن، في السلم مع القرآن، في الحرب مع القرآن، جميع الأحوال ديالهم كيكونوا مع القرآن الكريم. والقرآن يعني ما كانش يعني عنده واحد الوقت محدود كيعطيه وقت ويسدوا عليه، لا أبدا. هذيك التلاوة يعني يقرأ القرآن هي اللي عندها الوقت. يعني الإنسان كيدير له واحد الورد صباح وعشية، أو صباح بوحده أو عشية بوحده على حساب الظروف ديالو، ولكن المعاني والأذواق الذوق ديال القرآن ما عنده وقت، ديما الأوقات يعني العمر ديال بنادم كله راه معاني وأذواق ديال القرآن الكريم. فإلا نعس كينعس على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا فاق الصباح يفيق على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا مشى للخدمة ديالو، وإلا ارتاح، وإلا مرض، وإلا برا، جميع الأحوال، في أحوال الصحة والمرض، يعني كل الأحوال ديال الإنسان سبحان الله العظيم يعيش على أذواق القرآن الكريم مما أنعم الله عليه به من النعم في الآيات العلامات. آيات كل آية كيعطيك واحد البلاكة كيقول لك منين تدوز. لما كتدوزي من ديك الطريق وتستجبي للآية وتدوزي غتلقاي قدامك ميدة ديال الطعام الرباني الروحاني مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.